معك لبنى السهير في هذه القناة، كنكبروا مع بعض بكلمة بلحظة بنية صادقة. عارف باللي حتى انت وسط الرجولة ديالك ساكن فيك وتصاير طفل داخلي مرسلها الجروح قديمة، خوف، حنين، وبزاف ديال الأسئلة بلا جواب. مرات كتغضب بلا سبب، ومرات كتهرب، ومرات كتجرح أقرب الناس لك وانت واعيش. والحقيقة راه ماشي دايما الرجل هو اللي كيجرح، مرات كيكون هذاك الطفل الداخلي اللي فيك كيطلب الحب وكيطلب منك تعنقه تفهمه. في الفيديو غادي نهضر ليك انا وياك انسان الانسان شكون هو هذا الطفل الداخلي، وعلاش مهم تعرف عليه، كيفاش الا وصلتي ليه غتولي راجل اعمق ارقى واقوى. اجي نعرفوا بعدا شكون هو هذا الطفل الداخلي. الطفل ماشي شي حاجه ضعيفه، وببساطه هذاك الجزء اللي باقي حساس، باقي كيحس بالفرحه بسرعه، وباقي حتى كيتجرح بسرعه، وهاد الجروح كتخرج بلا ما تحس. مرات كتغضب بلا سبب، كتغار بزاف، ولا كتهرب من المسؤوليه. هاد الشيء كله عباره على رسائل من هذاك الطفل اللي كيغوت بالجهد من الداخل، وكيعيط ليك وكيقول لك شوفني، عنقني وعافاك، فهمني. علاش خاصك توصل لهذاك الطفل ولهذاك الصوت اللي في الداخل ديالك اذا صح التعبير، باش ما تبقاش دير ردود فعل كتندم عليها، باش تولي رجل اعمق اهدأ، وباش تولي تعيش الحب الحقيقي بلا حروب داخليه. واخا سهير، شنو خصني ندير وكيفاش خصني نتصرف؟ صديقي، هضر مع راسك. هضر مع راسك، سالي ديك الهضره. مالك كتهضر مع راسك؟ واش صديتي غير الحماق اللي كيهضروا بوحدهم؟ صدقني كاملين سمعنا بحال هاد الهضره، ماشي غير انت بوحدك. حتى حد ما عنده الحق يقرر بلاصتك ويختار ليك الصح والخطا من غيرك. سالي كلام العائله، الناس، الصحاب، وهضر مع راسك. سول هذاك الولد اللي فيك وقول له شنو خاصك، وسميه بسميتك. كتب له رساله اعتذار حيت كان اسير وسجين بسبب الخوف من الوالدين، من التقاليد، من المجتمع، من العنف، من اليتم، من الوحده. وعنق هذاك الجزء الصغير اللي في الداخل ديالك بكل حنان. صديقي، لا، القوه الحقيقيه ماشي انك دير بلاصتك قدام الناس، القوه هي تواجه بصمت هذاك الطفل اللي شبع بكا فيك من زمان، ودير له بلاصتو في قلبك. وصلنا لآخر الفيديو، تهلا في راسك الى فيديو جديد ان شاء الله.